اهلا بكم اعزائي المشاهدين، تحياتي المعلق الرياضي خالد عبد الشفيع من الدار البيضاء المغرب الشقيق، وكل التحيه للزميله رانيا صلاح برنامج الكره العربيه نايل سبورت. في اعقاب انتهاء لقاء النادي الاهلي ومضيفه الوداد المغربي هنا في المغرب في مركب محمد الخامس الرياضي بالدار البيضاء، بالفعل الاهلي هذا اللقاء بالفعل كان عنوانه الروح العالية. إذا الروح العالية كانت عنوان فوز الأهلي بهذا اللقاء ومجموع لقاءين. بعد اللقاء الأول اللي في القاهرة كان فوز فريق النادي الأهلي 2-1، وفي اللقاء الثاني نجح الأهلي بتعادل إيجابي بطعم الفوز 1-1، وفي مجموع اللقاءين 3-2 للنادي الأهلي. أكد بالفعل وليد الركراكي المدير الفني المنتخب المغربي أن الأهلي يستحق اللقب. بالفعل بكل مصداقية أكدها الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي استحقاق النادي الأهلي للقب الغالي، بطل الأميرة الإفريقية، أهم لقب في القارة السمراء، دوري أبطال إفريقيا. أكد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والذي أتى على رأس بعثة النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة والغامرة بهذا الانتصار الكبير للنادي الأهلي، وأن الأهلي أجاد واستحق اللقب عن جدارة واستحقاق، وأنه بالفعل زرع الروح العالية والقتالية والمعنوية في نفوس الأهلي من أجل بالفعل أن يكون هؤلاء اللاعبين عند حسن الظن بهم، وبالفعل في النهاية كان لهم ما أرادوا وحققوا لقب بطل الأميرة الإفريقية. وقد أكد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بهذا الانتصار، مؤكدا بالفعل أنه بالفعل أتى من أجل اللقب وكان له ما أراد، أن الأهلي أجاد واستحق، وكانت الروح العالية بالفعل هي رأس مال النادي الأهلي في هذا اللقاء. وقد أشادت الصحف المغربية بأداء النادي الأهلي في أعقاب انتهاء المقابلة أمام الوداد المغربي، والصحف المغربية ما زالت تفرز بالفعل هذا الاستحقاق للنادي الأهلي. واكد بذلك ايضا واحد من نجوم الكره المغربيه الكبار جدا جدا في عالم الساحره المستديره، وهو الكابتن عزيز بودرباله نجم المنتخب المغربي كاس عالم المكسيك 86، والذي تربطه صداقه قويه بالكابتن خطيب، اكد استحقاق الاهلي بلقب بطل افريقيا. هنيئا الاهلي باللقب الغالي بطل افريقيا، ونتمنى لهم المزيد والمزيد، وهو بالفعل هو صانع الفرحه للكره المصريه النادي الاهلي. من المغرب الشقيق اعزائي المشاهدين، لكم تحياتي المعلق الرياضي خالد عبد الشفيع لبرنامج الكره العربيه.